عملت معاكم قبل كده فيديو القراقيش المحشية عجوة، كمان عرفتكم طريقة تحضير العجوة وايه الاضافات اللي تحطيها عليها تديكي طعم مميز جوه القرصة، ولو هي جامدة تتصرفي فيها ازاي ده لو ما عندكيش ميكروويف. عملت منها اشكال كتيرة، شكل الدايرة وشكل السمبوسة والشكل التقليدي وشكل الصوابع الملفوفة بالسمسم. هسيبلك اللينك في الديسكريبشن او صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق مثبت. اهلا بيكم وفيديو جديد من قناة نوتيلا وموتزاريلا. هنعمل مع بعض النهاردة القرص الفلاحي السادة والمحشية عجوة بمكونات بسيطة، والطريقة سهلة ومش هتاخد منك وقت خالص. من كيلو دقيق واحد هتعملي كمية قرص كبيرة، مش هتشيلي هم نفطر ايه ونتعشى ايه. هتقدميها جنب كوباية شاي او شاي بالحليب اللي بتفضليه. بس قبل ما اقولك على المقادير، لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا سمر الدسوقي، ما تنسيش تدعميني بلايك وتضغطي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس ابو حواجب او للكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، واكتبيلي كومنت او تعليق ايجابي يشجعني لعمل فيديوهات جديدة، وعرفيني انت بتتابعيني من اي بلد. شايفين قوامها طري ازاي؟ شايفين العجوة مالية القرصة ازاي؟ طرية جدا وهشة جدا. يلا بينا اقولك على المقادير وعرفك طريقة التحضير. معايا هنا كيلو دقيق منخول متعدد الاستعمالات او الاستخدام، وكوب ونص معياري بزبادي او حليب رايب، معلقة 2 معلقة كبيرة سكر معيارية، ومعلقة كبيرة خميرة معيارية، نص معلقة صغيرة ملح وبيكنج باودر، وتلات معالق معيارية لبن بودرة، وكوباية معيارية زبدة على زيت، التلات ارباع زبدة والربع زيت. في النهاية خالص بيبقى العيار كوباية من الكوباية المعيارية. في بولة كده هحط شوية مية من الدافية، وهنعمل تيست للخميرة او اختبار للخميرة. حطيت هنا الخميرة وهحط عليها السكر، وهدوبها كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا. تمام كده، وهركنها بقى على جنب لحد ايه ما تتخمر معايا. في بولة العجين كده حطيت الدقيق، وحطيت كل المقادير الجافة، البيكنج باودر واللبن البودر والملح. هقلبهم تقليبة بالكف بتاع العجان كده، وهضيف عليهم الزبدة والزيت. تمام كده. طبعا بقى هبست بقى الدقيق بالزبدة لحد ما كل الدقيق يتغلف معايا بالزبدة والزيت. والخطوة دي مهمة جدا يا جماعة. هقلب بقى، اجيب الجوانب كده لان طبعا فيه دقيق لسه ما اختلطش مع الزبدة والزيت. اقلب كده من الجوانب ومن تحت لفوق كده، واضربهم تاني لحد ما تبقى عاملة زي الرملة المبلولة كده. تمام كده. هبدأ بقى اضيف السوائل. هحط اللبن الرايب او الزبادي او الحليب الرايب عشان الناس اللي اخواتنا اللي بيشوفونا من برا مصر. وحطيت الخميرة، وهبدأ بقى ايه اضيف المية شوية بشوية كده. كل ده وانا مستمرية في العجين نقطة بنقطة كده لحد ما اوصل للقوام المطلوب. انا عاوزة العجينة دي بتكون طرية طرية جدا يعني، وده طبعا بيفرق في القوام بتاعها. بعد ما بتستوي بتحس ان هي هشة قوي. تمام كده. هنا كنت انا خلصتها عجن بقى، نزلتها من البولة كده وحاولت افردها كده واعجن فيها شوية على الرخامة. تمام كده. هلمها بقى بالشكل ده وهسيبها تتخمر معايا. طبعا طريقة التخمير في الشتاء
لو انت عاوزاها تخمر بسرعة انا سخنت الفرن بتاع البوتاجاز، سخنته لمدة 5 دقايق كده لحد ما سخن جامد، وبعدين قمت مدخلة البولة فيه، طفيته الاول وبعدين قمت مدخلة البولة فيه. مفيش مكملش نص ساعة وكانت العجينة اتخمرت معايا. غطيته بالاسترتش راب كده، وهغطي بقى بفوطة، وعملت بقى طريقة التخمير دي زي ما قلتلكوا كده. كانت خمرت معايا بالشكل ده، لان طبعا الجو الشتا اللي احنا فيه ده بيغيب قوي العجين في التخمير فيه. ودي طريقته عموما يعني في الجو ده. نزلت العجينة كده، هاخد نصها واحط نصها في البولة عشان اعرف يعني اتعامل معاها. هلفها كده بالشكل ده وبعد كده هقسمها. تمام كده، قسمها بقى الحجم اللي انت عاوزاه. انا عملت يعني الكرة كده في حجم اكبر من الليمونة بشوية، او في حجم المندليدة اللي هي الصغيرة دي. تمام كده، ممكن تقللي ممكن تزودي زي ما تحبي. قطعتهم كده كل المقادير اللي معايا، وطبعا هغطيها. فتحت كيس تلاجة وغطيتها بيه، طبعا مينفعش تغطيها بفوطة خالص لان الفوطة هتشرب الزبدة اللي فيه. وحضرت طبعا العجوة زي ما قلتلكم بنفس الطريقة اللي انا كنت عاملة بيها في فيديو القراقيش. فردتها بالشكل ده، وكنت مقسماهم كور كده. فردتها على شكل دايرة كده، وحشيتها في العجينة، وقفلتها زي ما انتوا شفتوا كده، وبضغط على التانيات اللي انا عملتها او التقفيلة اللي انا عملتها. وده الحجم اللي انا عاوزاه. طبعا انا مش عاوزاها رقيقة زي القراقيش، لا انا عاوزاها تكون سميكة شوية. تمام كده، هنعمل واحدة كمان. هفردها دايرة اقل من العجينة. طبعا التركة دي مهمة جدا، بتخليلك العجوة كلها مالية القرصة. وهقفل بقى بالشكل ده ونظبط كده. اهم حاجة يا جماعة، اهم من الشغل تظبيط الشغل. تقفلي بقى التانيات دي تضيعوها خالص. وبعد كده لما بخلص بقوم يعني اجي احطها في الصينية. بقوم حطها على الجنب اللي هو اللي انا ما خبزتش عليه. بتطلع وش القرصة جميلة جدا. هنا انا عملت ديت سادة. طبعا رصيت في صينية مدهونة بزيت، وبتسيبوهم برضو تاني يتخمروا لمدة ربع ساعة او نص ساعة على حسب بقى وقت التخمير. وخبزتهم في الفرن على 180 على الرف اللي تحت على الشبكة. تحط الشبكة على اول رف من تحت، وبتهدي النار على 180 درجة حرارة متوسطة. وطلعوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الهشاشة بتاعة القرصة عاملة زي الكيك اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو كيك الساخن، كيك الحليب الساخن لو تفتكروه. وانا قبل ما ادخل القرص كنت جبت شوية زيت كده، وحاولت يعني ادهن وش الزيت معايا، وش القرص معايا بالزيت. طبعا ما حسيتش بفرق خالص، كلهم طلعوا شكل واحد، اللي دهنتهم زي اللي ما دهنتهمش. وبعدين طلعوا معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تعرفي ان القرصة بتاعتك مظبوطة منين؟ من ان انت تشوفي الوش بتاعها نفس الارضية بتاعتها، الاتنين لون واحد. فاكرين بقى المرتة اللي احنا كنا عاملينها في فيديو السمنة البلدي؟ تجيبي بقى منها كده وتدهني. تحطي مثلا ممكن تحط قشطة برضو في العجينة قبل ما يعني في المكونات. بس انا بصراحة حبيت اخليها يعني تكون سهلة وبسيطة كده. طعمها كان تحفة جدا. شايفين العجوة مالية القرصة ازاي؟ طبعا اللي بالعجوة دي كانت طعمها جميل برضو. طعم العجوة فيها مميز قوي. لو مشيتوا على الطريقة والمقادير اللي انا عاملاها دي هتوصلوا لقرص جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.